ابو سلطان، اول شيء مبروك الدوري رقم 33 للنادي الفيصلي. الحمد لله الاداره اليوم السنه هاي عملت اللي عليها وحققت الوعد اللي وعدته للجمهور باحراز اللقب. كلمه منك للجماهير بخصوص مباراه اليوم وحضورهم الجماهيري وبخصوص البطولات المقبله للنادي الفيصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ببارك لك كل جماهيرنا التي حضرت في الملعب وكان لها اثر كبير في مؤازره الفريق ودعم الفريق، مما كان له الاساس في حصولنا على الدوري رقم 33. طبعا فوتبول بدون جمهور ما له معنى. الجمهور بيعطي القوه، بيعطي هذا وهو اللاعب رقم 12. الف مبروك لجماهيرنا في الملعب والف مبروك في جماهيرنا في المملكه الاردنيه الهاشميه. بعرف انه في ناس كثير مؤيدين لك ومؤازرين لك ما قدروا يجوا، وهذا بهديه لكل جماهير الكره، جماهير الفيصلاويه في المملكه الاردنيه الهاشميه. بالنسبه للامور الاخرى، احنا حضرنا قرعه ابطال العرب كانت بالامس، وكان مجموعتنا تضم النادي الاهلي والنادي الوحده الاماراتي ونادي الجزائري، وان شاء الله بشهر 7 بنكون احنا متواجدين بقوه وكما عودنا جماهيرنا في البطوله العربيه. ان شاء الله. شكرا لك ابو، شكرا لك. مبروك الدوري رقم 33. الحمد لله لعبتوا موسم كان كويس، توجتوا تعبكم بهاي البطوله بالتتويج. كلمه تحكيها للجمهور. اول شيء الحمد لله على كل شيء. شباب اللعيبه الكل يعني كمنظومه كامله الكل ما قصر بصراحه، من او كل افراد الاداره لكل افراد الفريق والجهاز الفني الكل ما قصرنا. والجمهور هذا الجمهور هو سبب رئيسي للدوري انه رجع للنادي الفيصلي، واحنا هذا اقل شيء بنقدر نقدمه للنادي الفيصلي وجمهور النادي الفيصلي. واحنا وعدناكم بدايه الموسم راح نجيب لكم دوري، والحمد لله قدرنا نكون قد الكلمه وهديناكم هذا الدوري، وان شاء الله نوعدكم كمان انه راح نديكم بطوله الكاس باذن الله. ويعطيكم الف عافيه. مبروك الدوري رقم 33 وانتم من اولاد النادي وعاشره النادي. كلمه بتحكيها للجمهور اللي حضر اليوم. اول شيء الحمد لله هذا فضل رب العالمين علينا، ونبارك للجمهور هذا العظيم، واحلى فرحه طبعا بوجود هيك جمهور ولاعبين طبعا ما قصروا، والفرحه ان شاء الله بنتممها ببطوله عربيه ان شاء الله يا رب. كابتن، اول شيء مبروك الدوري هذا الموسم. هدفك كان في مرمى نادي الوحدات هو مفتاح الدوري، وقدرنا بعديها نتصدر ونظل محافظين على الصداره حتى الدوري. كلمه بتحكيها للجمهور. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والف الف مبروك للجمهور الكبير جمهور الزعيم، وبباركهم مع الدوري وببارك لهم بالدوري 33 ان كان انا على وجهي ان شاء الله يكون الخير، والحمد لله انه كنا قد التحدي واخذنا الدوري والحمد لله، واحنا مبسوطين بجمهورنا الكبير والحمد لله على كل شيء. 30 هذا الموسم وزي ما وعدتوا الجمهور اوفيتوا بوعدكم. كلمه بتحكيها للجمهور الحضور اليوم وشفتوا بعدهم بالنسبه لمباراه الكاس. يعني اول شيء ما سمعت السؤال هذا، بس راح اجاوب اللي بقلبي. اليوم الحمد لله رب العالمين، الله اكرمنا نحمده ونشكره. هاي الجماهير برايك انت حرام ما تروح فرحانه، حرام تروح زعلانه. جماهير تعبت معنا من بدايه الموسم. احنا يعني بصراحه كنا وشددنا على الحضور الجماهيري لانه كان هو العامل رقم 1 للفوز لنا، والحمد لله ما قصروا معنا. بس بصراحه الموسم هذا انا صوتي بطل يطلع، بس راح احكي اللي بقلبي. الموسم هذا احنا غير، احنا لعيبه نادي الفيصلي متعودين على هاي الفرحه، متعودين على الفرحه والابطال هاي وبطوله الدوري، بس الفرحه هاي السنه فرحه غير. يعني 11 نادي 10 انديه كانوا يلعبوا ضد الفيصلي بكل استبسال. كان احنا ما واجهنا غريم، بالعاده كنا في بدايه الدوري نتنافس احنا والوحدات الجزيره، لكن السنه هاي واجهنا 10 غرماء 11 كل الانديه، لكن الحمد لله باقدام لاعبين الابطال اللي ما قصروا، اولاد النادي اللي يجونا من برا المحترفين توفقنا فيهم. جماهيرنا الكبيره شو ما حكينا ما راح نعطيها حقها، لانه هي العامل رقم 1 اللي جابت لنا البطوله. الحمد لله رب العالمين نهينا بطوله الدوري، صارت بخزائن النادي الفيصلي. بنوعدهم كمان وزي ما وعدناهم ببدايه السنه انه بطولات الدوري تكون بخزائن النادي الفيصلي ان شاء الله. بطوله الكاس وجميع والبطوله العربيه راح نشرفهم ونكون لهم احسن تمثيل على المحافل العربيه. شكرا.